نعم أيها الإخوة، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا لنكون أعزة أن نجعل حبه وتعظيمه فوق كل شيء. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل الدين هو الهم الأكبر في حياتنا، وأن يكون كل ما عدا الدين في المرتبة الثانية أو الثالثة. لكننا وللأسف الشديد جعلنا في سويداء قلوبنا هذه الدنيا، جعلنا الهم الأكبر وظيفتنا، جعلنا الهم الأكبر وظائفنا وتجاراتنا ومناصبنا واعتباراتنا الاجتماعية. النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على الجرح حينما بين أن سبب ضعف المسلمين وهوانهم يوم القيامة أنهم أحبوا الدنيا وكرهوا الموت. حينما يأبى المسلمون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل ليرفعوا الظلم عن المستضعفين، حينما يقدم المسلمون الدنيا على الآخرة، لا بد أن يحل بهم الهوان. نعم، البخل والجبن هما المرضان القاتلان والداءان العضالان في جسم هذه الأمة، وهما السبب وراء كل بلاء حل ويحل وسيحل على هذه الأمة. ألم نرى أن دوامة الموت على المسلمين تدور من قطر إلى قطر؟ ألم نرى ما حل بإخواننا المسلمين في العراق وقبلهم ولا زال في إيران، وما حل في البوسنة والهرسك، وما حل في الشيشان، وما حل في أفغانستان، وما حل ويحل في الصومال وفي غيرها؟ حينما تقول للمسلم سيأتيك الدور، لا يريد أن يسمع هذا الكلام، يأبى إلا أن يبقى منغمسا وغارقا في شهواته وفي ملذاته، ولا يريد أن يستيقظ حتى يأتي السكين على عنقه. أيها الإخوة، إن الأعداء لا يفرقون بين مسلم متمسك بدينه ومسلم متفلت من هذا الدين. وكثير من المسلمين الذين ذبحوا في العراق لا يعرف لماذا ذبحوا إلا لأنهم يحملون أسماء عمر وعثمان وغيرها من أسماء يمقتها أعداء الله. وهذا ما يحل الآن في سوريا. هم حينما يطهرون التطهير العرقي لا يميزون بين مسلم متمسك بدينه ومسلم غير متمسك. إذن لا خيار لنا إلا أن نعود ونتمسك بهدي ربنا سبحانه وتعالى. إن بلادنا أيها الإخوة مهما ضللنا المضللون هي أرض الملاحم وهي بلاد الجهاد. إن لم نجاهد نحن فوالله لابد أن يجاهد أبناؤنا، وإن لم يجاهد أبناؤنا فلا بد أن يجاهد أبناء أبنائنا. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن بلادنا بلاد الرباط، وأن بلادنا هي بلاد الملاحم. فعلينا أن نستعد، علينا أن نستعد لهذه الحتمية التي لا بد أن تأتي قبل أن يحل بنا ما حل بغيرنا. إن القضية يا إخوة هي أن نعلي راية الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولا يعني الجهاد في سبيل الله القتال فحسب، لا يعني حينما نقول لا بد أن نحيي ثقافة الجهاد في مجتمعاتنا وبين أبنائنا وبين بناتنا أننا جميعا سنكون حاملين للسيوف وللسلاح، أبدا. فالجهاد أوسع من مجرد القتال. القتال هو جزء من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين للدفاع عن أعراضهم والدفاع عن أديانهم والدفاع عن كراماتهم. الجهاد أن يبذل كل مسلم منا جهده ووسعه في نصرة هذا الدين وفي رفعة الإسلام والمسلمين. كل واحد منا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله عز وجل بلسانه، ويستطيع أن يجاهد بماله، ويستطيع أن يجاهد بما عنده من إمكانيات يقدمها في سبيل خدمة هذا الإسلام وفي سبيل خدمة هذا الدين.